منصة الماهر، يحق لك أن ترتقي. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله ومرسليه محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. أهلا وسهلا فيكم جيل 2006 بالحصة الأولى من شرح مادة الرياضيات للتوجيه العلمي والصناعي. طيب أستاذ، خلصنا تأسيس، والله التأسيس كان مرتب من الصفر، أعطيتكم كل إشي بيلزمكم بالتوجيه. آخر الدوسية بتلاحظوا في موضوع اسمه النهايات، صراحة كنت بحتاجه ولكن قبل تعديل المنهاج تاع 2005 عدلوه وصار في منهاج خاص ب 2006 وما بحتاجش في النهايات، فخلصنا من عبء كبير صراحة. نشكر الوزارة انهم خلصونا منه، مع اني عن نفسي بشوف انه عادي، يعني لو عرفنا هذا الموضوع كان موضوع جميل صراحة وفي من العلم الوفير. طيب جميل جدا. هلا بدنا أبلش بوحدة جديدة اسمها التفاضل للعلم. التفاضل من أهم العلوم بالحياة، التفاضل من أهم العلوم بالحياة، طبقناه كثير، في له تطبيقات هندسية وفيزيائية ومطبق بالحياة، وإن شاء الله راح أعرج عليهم خلال الوحدة وخلال شرح الوحدة بشكل مفصل عشان تعرف أنت شو قاعد بتشتغل، أنت شو قاعد بتدرس، شو قصتك بالضبط بكل هاي البساطة. طيب أستاذ، قبل ما أدخل بالتفاضل بدي أذكرك ببعض الأمور اللي أخذناها بالتأسيس. حقي يا أخي، حر أنا، إيه شباك. طب أستاذ، ما بدك تحكي لنا عن تفاصيل السنة؟ أستاذ، ما بدك ننظم أمورنا؟ أستاذ، كل الأسئلة هاي جاوبتها بفيديو الانطلاقة اللي أصلا نازل قبل هاي الحصة، اللي أصلا على كل حسابات السوشيال ميديا تاعتي، اللي أنت المفروض كطالبي كصديقي كأخوي الصغير أعتقد المفروض عامل لي فولو، أعتقد يا صديقي العزيز. طيب أستاذ، اليوم شو بدي أبلش؟ بدي أبلش يا حبي بما قبل التفاضل اللي أنا بسميها عدة الاحتراف. شوف أستاذ، بدي أبلش بالتحليل، شيء بسيط خفيف لطيف ابن عالم وناس، بس بدي أراجع لك إياه على السريع. طب أستاذ، شو يعني تحليل؟ على السريع، التحليل هو كتابة العبارة الجبرية بأبسط بأبسط صورة. طب أستاذ فكر معي، شو يعني أبسط صورة؟ يعني يا وحش الوحوش، أكبر أس بالعبارة الجبرية بده يكون إكس أس واحد. أما والله ألاقي إكس تربيع بقول لك لا، مرفوضة، إكس تكعيب مرفوضة، مش إحنا ما حنكون بأبسط صورة. طب أستاذ، لو كانت العبارة مش بأبسط صورة وبدي أخليها بأبسط صورة، شو أعمل؟ بدي أستعمل طرق التحليل، واليوم بدي أعطيك كم من طريقة للتحليل خفيفات لطيفات بنات عالم وناس ونبلش فيهم. طيب، أول طريقة يا وحش الوحوش اسمها الفرق بين مربعين، تمام؟ اللي هي بيكون شكلها عبارة عن حدين الاثنين مربعين وبيناتهم طرح اكس تربيع ناقص رقم تربيع، هيك بيكون شكلها، مثلا اكس تربيع ناقص 4، والأربعة هو أصلا رقم مربع، تمام؟ مربع كامل بنسميه احنا في الرياضيات، ولكن هو رقم مربع اللي هو مربع 2 4، فهو تربيع ناقص تربيع، فسموه فرق بين مربعين، فالطرح بين مربعين بسموه فرق، تمام؟ فالفرق بين مربعين هاي بلاحظ انها مش بأبسط صورة. طب كيف تخليها بأبسط صورة؟ قال لك بسيطة جدا، في طريقة سهلة اسمها تحليل الفرق بين مربعين. يا سلام عليك. شوف، حط قاعدة عندك، مدام عندي الأس 2 الأس 2 افتح يا وحش الوحوش قوسين. لما تشوف أس 2 دائما بالتحليل افتح قوسين. طب أستاذ، كيف أحللها هاي؟ بقول لك بسيطة. شو جذر الحد الأول اللي هو شو جذر الإكس تربيع؟ هون بهاي الحالة جذر الحد الأول هو جذر الإكس تربيع اللي هو إكس، بحطه برشه على القوسين. بعد ذلك أستاذ بحط موجب سالب. بعد ذلك أستاذ شو جذر الحد الثاني؟ بتقول لي بقول لك ممتاز، رشه على القوسين. خلينا نطبق على السريع عشان تفهم ببساطة، التطبيق دائما بفهم أكثر. طيب، مدام عندي أنا بدي أحلل هاي العبارة اللي هي عبارة عن فرق بين مربعين يا وحش الوحوش، أنا ضروري هلأ أفتح قوسين. مدام أنا عندي أس 2 أكبر أس بدي أفتح قوسين. شو جذر الإكس تربيع؟ بتقول لي إكس، رشه على القوسين. بعدين رش هون موجب ورش هون سالب يا وحش الوحوش. شو جذر الأربعة؟ بتقول لي 2، هاي رشيناه على القوسين، وهيك أنا وصلت لأبسط صورة. طبعا أستاذ، هاي العبارة بتساوي هاي العبارة والله، بس أنا فرضتها، تمام؟ فلما تضرب هذول القوسين ببعض هلا راح تلاحظ إن هاي
نفس العبارة لا فرق بينهما. طب أستاذ نحلل هاي، ما دام عندي أكبر أس 2 افتح لي قوسين. يا سلام سلم. شو جذر الإكس تربيع اللي هي جذر الحد الأول؟ بكرر جذر الحد الأول كامل. شو جذر الحد الأول؟ يا سلام عليك، إكس للإيش؟ للقوسين موجب سالب. شوف شو جذر الحد الثاني؟ 3 للقوسين. يا سلام يا سلام. أستاذ ممكن الطالب يغلط هون؟ بقول لك شوف شو ممكن يغلط. بفتح قوسين. يا سلام عليه. شو جذر الإكس تربيع؟ بوزع إكس وإكس موجب وسالب، بس ما باخذ جذر التسعة، بنزل التسعة وبرشها زي ما هي. فهاي خطأ ودير بالك منها، دير بالك منها 100% يا صديقي العزيز. هاي أخطاء شائعة بغلطوها الطلاب. تمام ممتاز جدا جدا. طيب نروح على اللي بعده. مثال آخر، 4x تربيع ناقص 25. جميل جدا. فرق بين مربعين يعني افتح قوسين. ما دام عندي اس 2 افتح قوسين. شوف هاي المسألة كمان فيها غلط، راح احكي لك اياه وين بغلط الطلاب. بدي جذر الحد الأول، يعني جذر هاي كلها. طيب أستاذ هاي جذرها، تعال هيك على جنب نعمله. أنا عارف في ناس حكوا على السريع 2x 2x، أنت على راسي، انت صديقي جدا. ليش؟ اخذ جذر الاربعه واخذ جذر الاكس تربيع، بس هي اصلا ايش؟ كيف صارت هيك؟ بقول لك بسيطه، الجذر يوزع على الضرب، فبتصفي جذر الاربعه تمام في جذر الاكس تربيع. طب جذر الاكس تربيع ايش هو؟ اكس. طب جذر الاربعه 2، فصفت 2 اكس. ممتاز. انا اهمي اشرح لك من وين اجى كل شيء. تمام. بعدين ايش؟ موجب سالب. شو جذر ال 25؟ 5 رش هالخمسات والله يعطيك العافيه. وين الطلاب بيغلطوا؟ كالعاده انا اي شيء بحاول على قد ما اغلط اشوف وين الطلاب بيغلطوا، على قد ما اشرح اشوف وين الطلاب بيغلطوا عشان انت تتجنب غلطهم. جميل جدا استاذ. والله والله ضروري جدا استاذ، ضروري جدا جدا. طيب استاذ شو اعمل؟ وين الطلاب بيغلطوا؟ بقول لك عادي، بيجي بيفتح قوسين. شوف شو بيسوي، شوف كيف بحللها. بقول لك عادي هاي اكس وهي اكس. بقول لك في 4 جنب الاكس، خليني احط هال4. يا ساتر يا شيخ، هيك انت هبدت ريلاكس جدا امورك. موجب سالب استاذ، هي 5. شوف كيف حللها. قال لك عادي ال4 ما اخذ جذرها، نزلها زي ما هي، فغلط لانه ما اخذ جذر الحد الاول كامل. دير بالك. ايوه بدنا ننتبه، بدنا نصحصح يا حب. شو مالنا يا غالي؟ ايوه بدنا ننتبه. ما هو هذا الطالب بحكي له ايش؟ يا ريت الذكاء عندك وباء عشان ينتشر، اما هذا الطالب يا ريت نلاقي للغباء دواء. يا ريت نلاقي للغباء دواء. طبعا بمزح معك، يعني مش غباء، بس انها بدي اياك تتجنب الاخطاء. فدائما بحكي لك ايش؟ الاخطاء عشان تتجنبها. فاذا هذه خطأ، فدير بالك منها يا صديقي العزيز. كيف اثبت انها خطأ؟ ببساطة استاذ، اضرب هذول القوسين ببعض، ما راح يعطوك هذا الناتج، لانه هاي بتساوي هاي. المفروض ما دامك انت حللت معنى هذا الحكي انه هاي العبارة هاي بتساوي العبارة، بس ايش؟ العبارة هاي بتساوي هاي العبارة بس مفروضة. فمنطقيا يا وحش الوحوش، ما دام انت ذكائك زي الوباء المفروض ينتشر، لازم تعرف انه لما اضربهم ببعض واتاكد منهم، اضرب هاي بهاي، القوس بالقوس، يطلع هذا الكلام. طبعا انا مضروب الاقواس معلمك اياه ايش؟ يعني ضرب الأقواس ببعضهم معلمك إياه في دورة التأسيس. هذا الفرق بين مربعين. بدي أنتقل لشيء ثاني، وهو تحليل العبارة التربيعية. لاحظت بالفرق بين مربعين يا وحش الوحوش إني أنا كنت أتعامل مع حدين فقط. تمام؟ حد مربع ناقص حد مربع. تمام؟ لكن تحليل العبارة التربيعية للأمانة مش حدين، هم 3 حدود. بلاحظ ان شكلها ax تربيع زائد bx زائد c. طبعا هذا ال a رقم وال b رقم وال c رقم. تمام؟ هذا بسميه معامل x تربيع، وهذا معامل x، وهذا معامل الحد الثابت. تمام؟ طيب معامل x تربيع شو يعني المعامل؟ المعامل يعني لما احكي معامل x تربيع يعني الرقم المضروب في x تربيع. معامل x الرقم المضروب في x. الحد الثابت الرقم المش مضروب بحدا، لحاله جاي هيك مزاج. تمام؟ طب أستاذ هذه كيف أحللها؟ حلها علمك كيف هتحللها، بس قبل ما تعرف كيف تحللها لازم تعرف إذا هي بتتحلل ولا لا. بقول لك يا سلام، كيف أستاذ؟ شوف في إشي اسمه المميز. المميز أذكرك فيه على السريع. تمام؟ المميز قانونه b تربيع اللي هو حد الإكس بربعه ناقص 4 ضرب حد الإكس تربيع في الحد الثابت اللي هو b تربيع ناقص 4ac. هلا لما أطلع جوابه في له 3 حالات. تمام؟ الحالة الأولى إنه موجب، وهاي الحالة
تحلل العبارة وطريقة تحليلها عندي هلا بحكي لك إياها. الحالة الثانية إنها تطلع صفر، برضو تحلل العبارة ولكن راح يطلع معي قوسين متشابهات بالتحليل. تمام؟ وآخر إشي لما تكون سالب وهاي زنخة لا تحلل. فقبل ما أبلش دائما بشيك على المميز عشان أعرف هل هي تحلل ولا لا تحلل. تمام؟ بكل هاي البساطة، يعني أنا مهتم تعرف إنها تحلل ولا لا. طيب أستاذ خليني أعلمك كيف تحلل عبارة تربيعية. الأمر بسيط جدا. العبارة التربيعية لها نوعان. النوع الأول بلاقي إنه الإكس تربيع ما في جنبه رقم، والنوع الثاني بلاقي إنه الإكس تربيع في جنبه رقم. بكل هاي البساطة يا وحش الوحوش. بس أستاذ هذا الأمر البسيط جدا، هذول النوعين. طب أستاذ كيف أحلل هذول النوعين؟ دلني، دخيلك، احكي لي، أنا ما بعرف. بقول لك من عيوني، من العين هاي قبل العين هاي. خليني أقول لك، شوف، متفقين اتفاق عظيم إحنا، مدام عندي أكبر أس هو 2 بروح بفتح قوسين. جميل جدا. بالحالة الأولى اللي ما فيش جنب إكس تربيع رقم بحط إكس وإكس. بعد ذلك أستاذ بدي أحدد إشارات الأقواس. كيف أحدد إشارات الأقواس؟ بقول لك شو إشارة الإكس تربيع؟ موجبة. بتقولي موجب في سالب، سالب هي إشارة الحد القوس الأول، باي باي. بعدين سالب في موجب، سالب هي إشارة إيش؟ القوس الثاني، حددتها وأموري لوز اللوز، صحبة الصحبة. بعدين أستاذ بدي أشوف شو الرقم اللي هون وشو الرقم اللي هون. بقول لك هذه خطرة شوي، ولكن بدي أعطيك طريقة تخلص منها ببساطة. بقول لك بدي عددين حاصل ضربهم 6 وحاصل جمعهم 5. طب أستاذ لو هون في طرح بيبقى حاصل ضربهم 6 وحاصل طرحهم 5. يا سلام، أنا عندي جمع فأموري لوز لهلا. بدي عددين حاصل ضربهم 6 وحاصل جمعهم 5. بتقول لي 3 و2. أثبت لك. يا سلام، 3 في 2 6 و3 زائد 2 5. أنا بحل صح الصح. طب أستاذ وصلت لأبسط صورة؟ نعم وصلت لأبسط صورة. أستاذ كيف بدي أتأكد من حلي؟ عندك طريقتين. الأولى يا وحش الوحوش إنك تضربهم ببعض وبتطلع إيش؟ نفس العبارة. أما الطريقة الثانية الأسهل أنا بسميها طريقة قريبين زائد بعيدين. طب أستاذ شو يعني قريبين في بعيدين أو قريبين زائد بعيدين؟ بضرب القريبين في بعض والبعيدين في بعض وبجمعهم مع بعض. سالب 3 في إكس سالب 3 إكس، إكس في سالب 2 سالب 2 إكس، سالب 3 إكس سالب 2 إكس سالب 5 إكس. شوف، إذا طلع عندك ناتج القريبين زائد البعيدين الحد الأوسط حلك صح بكل هاي البساطة. إذن كيف أحلل عبارة تربيعية على السريع؟ أراجع. أولا بدي أشوف المميز، هل هو موجب؟ نعم هون بيطلع موجب. ثانيا بدي إيش؟ أفتح قوسين. ثالثا بحط إكس وإكس بحالة إنه إيش؟ الإكس تربيع ما في جنبها إيش؟ رقم. بعد ذلك يا أستاذ بدي أحدد الإشارة، باجي بحكي موجب في سالب، سالب، سالب في موجب، سالب. رشيت الإشارات خلصت أموري 100. هلا يا أستاذ شو بدي أسوي؟ بدي إيش؟ أحدد الرقمين. بحكي الرقمين سهل وضعهم، بدي عددين حاصل ضربهم 6 وحاصل جمعهم 5. طلعوا هون في طرح، باجي بحكي حاصل طرحهم إيش؟ 5. بكل هاي البساطة حددتهم. بدي أتأكد بستخدم طريقة القريبين والبعيدين، أو إني بضربهم ببعض بده يطلع معي نفس هاي إيش العبارة يا صديقي العزيز. على المثال الثاني، طيران يا وحش إيش الوحوش. خليني أشيل هاي هيك عشان أخذ إيش مسافتي براحتي يا حب الحب. طيب نيجي هون على السريع، عندي إيش؟ إكس تربيع زائد 3 إكس ناقص 4. ميزت إنها عبارة تربيعية، مش فرق بين مربعين، لأنه فرق بين مربعين فيها بس حدين، أما هاي فيها 3 حدود وهاي تربيعية. إذن أنا بدي أفتح قوسين. يا سلام عليك. ما دام ما فيش رقم جنبها، ما في رقم جنبها، إذا بحط إيش على السريع بدي أحط إيش يا وحش؟ بدي أحط إكس وإكس. يا سلام. طيب أستاذ كيف أحدد الإشارة؟ هاي إشارتها موجب في موجب. طيب جميل جدا. هاي موجب في سالب. يا سلام. ظل أحدد إيش؟ الرقمين الموجودات في الأقواس. يا بي كيف بدي أحددهم؟ بدي عددين حاصل ضربهم 4 وحاصل طرحهم 3. بفكر عددين حاصل ضربهم 4. شوف كيف الطلاب بفكروا، أو أنا حتى كيف بفكر. شوف أنا مهتم جدا إني أشاركك كيف بفكر، عشان لما أشاركك أنا كيف بفكر والطالب كيف بده يفكر بالامتحان على السريع بتصير متدرب كيف تفكر. أنا هون وظيفتي مش بس أعرفك على الأفكار، لا،
أنا هنا وظيفتي أعرفك كيف تفكر من أول السؤال لآخر السؤال، وبشاركك كيف أنا بفكر عشان تصير زيي بإذن واحد أحد محترف يا وحش الوحوش. طيب أستاذ، هلا بدي عدد حاصل ضربهم 4 وحاصل طرحهم 3، بدأ بحكي 2 في 2، 2 في 2 4، بس طرحهم 0 مش 3، فأنا بعيد. طيب أستاذ 4 و1 4 و1 ضربهم 4 وطرحهم 3، فأنا أموري لوز. طب أستاذ ملاحظة سريعة، الأربعة وين أحطها والثلاثة وين أحطها؟ لأنه هون في عندي موجب وسالب. لما يكون عندك موجب وسالب، الإيش الكبير بتحطه مع إشارة الأوسط دائما، الكبير بأخذ إشارة إيش؟ الأوسط بكل هذه البساطة. إذا دائما حط عندك ملاحظة، الكبير بأخذ إشارة الأوسط. اشتغل قريبين ببعيدين بتطلع معك 3 اكس يا صديقي العزيز. طب هذا اول نوع. النوع الثاني لازم اتدرب عليه برضه، اللي هو في عندي ايش؟ جنب الاكس تربيع رقم. الرقم هذا انا بسميه العدو، العدو لازم تخلص منه، تمام؟ فايش العدو بدي اضربه وين استاذ؟ بدي اضربه بالحد الثابت. يا سلام يا سلام يا سلام. طب اضربه بالحد الثابت، اعمل حالك خلصت منه، بس تذكر ترى الرياضيات ميزان، اذا بدك تضرب بدك بعدين تقسم. تمام. طيب هاي اكس تربيع زائد 7 اكس 2 في سالب 4 سالب 8. تمام. يلا نحلل هاي العبارة زي ما هي، نحلل هاي العبارة زي ما هي وحش الوحوش. طيب بدي أحللها هلا، بفتح قوسين عادي ما عندي أي مشكلة. تمام. حط إكس وإكس، بعدين موجب في موجب، موجب في سالب، عددين حاصل ضربهم 8 وحاصل طرحهم 7. عندي 4 في 2، هل طرح ال4 و2 7؟ لا. طب 8 ب1؟ نعم 8 ب1. تمام. طب أستاذ ال8 وال1 وين أحطهم؟ ال8 اللي هي الأكبر بتأخذ إشارة الأوسط، فهي 8 وهي 1. اتذكر الرياضيات ميزان. أنا هنا ضربت ب2، هلا بدي أقسم على 2، وين أقسم؟ بس أخلص تحليل باجي بقسم هون على 2 وهون على 2. طيب بدي أختصر هلا، 8 و2 4. شوف ما ضلش إشي عندي بالمقام، فأموري لوز. بنزل الإكس زائد 4. يا سلام عليك أستاذ. بعد ذلك الواحد واثنين فيش بيناتهم اختصار. أي رقم بعد الاختصار أو ما فيش اختصار لو ظل عندي أرقام بالمقام بعاقب فيهم الإكس، بقولها بدي إيش أحطهم جنب الإكس، فبرجعوا إيش جنب الإكس. هي 2 إكس ناقص 1. أستاذ بدي أتأكد من حلي، قريبين في بعيدين. 4 في 2 إكس 8 إكس. تمام. إكس في سالب 1 سالب إكس. 8 إكس ناقص إكس 7 إكس يا وحش الوحوش. وبلاحظ إنه الحد الأوسط فعلا هو إيش 7 إكس. فأنا حلي صح 100%. فاخر الفاخر. أموري لهلا لوز اللوز. طيب أستاذ نيجي للمثال الأخير. وين المثال الأخير بتحليل العبارة التربيعية؟ بلاحظ إنه جنب الإكس تربيع إيش في رقم. طبعا هون بالدوسية محطوطة عندك زائد 3، عدلها حطها سالب 3 ضروري جدا. تمام. طيب عندي رقم بدي أخلص منه، عدوي هذا بدي أضربه بإيش؟ بالحد الثابت. فبتصفي عندي العبارة إكس تربيع زائد 11 إكس ناقص 12. طيب بدي أحلل هاي العبارة على السريع، مدام أكبر أس هو 2 افتح قوسين. هاي إكس يا وحش وهي إكس كمان مرة يا وحش. موجب في موجب في سالب، عددين حاصل ضربهم 12 وحاصل طرحهم 11. إن بينات 12 و1. ال12 بتأخذ إشارة الأوسط لأنها الأكبر. يا سلام يا سلام. تنساش زي ما ضربت الأربعة هلا بدي أقسمها لأنه الرياضيات يا سلام ميزان. طيب شو الاختصار بين 12 والأربعة؟ 12 على 4 بتعطيني 3، فبتصفي أنا عندي هون إكس زائد 3. افتح القوس الآخر. بلاحظ إنه الواحد والأربعة ما في بيناتهم اختصار. تمام. بظل بالمقام في 4. أي إشي بعد الاختصار أو قبل الاختصار لو ما في اختصار بظل في المقام بطلعه بعاقب في الإكس، فبتصفي عندي 4 إكس ناقص 1 يا وحش الوحوش. بدي أتأكد 3 في 4 إكس 12. إكس هي قريبين، البعيدين سالب إكس، فبتصفي 11 إكس. إذا هي الحد الأوسط. إذا حلي صح 100%. هيك أنا بكون خلصت إيش فرق تحليل العبارة التربيعية. نذهب على إيش على اللي بعده، فرق ومجموع مكعبين. أستاذ كل اللي تعاملت معه إيش أكبر أس في 2. طب الأكبر أس في 3 أستاذ. في عندي حالتين خفيفات لطيفات اللي هن فرق بين مكعبين بتكون عبارة عن حدين، ومجموع مكعبين بتكون عبارة عن إيش عن حدين برضو. طبعا أستاذ أنت أعطيتني بس الفرق بين مربعين. طب في مجموع مكعبين تحلل
بقول لك مجموع المربعين تحلل، بقول لك لا تحلل، فسيبك منها، ملناش دعوة فيها. طب أستاذ كيف أحلل فرق ومجموع مكعبين؟ بقول لك بسيطة، أول ما تشوف فرق ومجموع مكعبين بتفتح قوس صغير وقوس كبير. طيب صلي على رسول الله. بدي الجذر التكعيبي للحد الأول، نفس الإشارة، الجذر التكعيبي للحد الثاني. بعد ذلك يا وحش الوحوش باجي بحكي، ضل عندي قوس كبير بدي أعبيه، باجي بحكي الحد الأول تربيع، هي الأول تربيع، عكس الإشارة، أضرب الأول في الثاني زائد الثاني تربيع. شفت ببساطة شو عملت؟ فتحت قوسين، الجذر التكعيبي نفس الإشارة، الجذر التكعيبي حطيته، بدي أعبي القوس هذا. كيف أعبيه؟ بقول لك ببساطة الأول تربيع، عكس الإشارة، الأول في الثاني زائد الثاني تربيع. يا وحش الوحوش لما تضرب هذول القوسين ببعض ببساطة بعطوك هذا القوس. تمام؟ طب أستاذ عندي مجموع مكعبين كيف أحله؟ نفس الكلام، افتح قوس صغير قوس كبير، الجذر التكعيبي للإكس تكعيب زائد الجذر التكعيبي للإيه تكعيب. يا سلام عليك. بعدين الأول تربيع، عكس الإشارة، الأول في الثاني زائد الثاني تربيع. كل هاي البساطة والروقان والهدوء واللطافة. تمام. تعال نحلل يا وحش الوحوش. طيب الإكس تكعيب ناقص 1، ما دامها أنا عندي فرق بين مكعبين فبدي إيش؟ أفتح قوس صغير وقوس كبير. جذر التكعيبي للإكس تكعيب إكس ناقص جذر التكعيبي للواحد 1. بدي أعبي القوس الثاني، الأول تربيع، عكس الإشارة، الأول في الثاني، إكس في 1 إكس زائد الثاني تربيع، 1 تربيع 1. طيب نيجي على إيش؟ هاي العبارة. طب أستاذ أنت هنا ما وصلت لأبسط صورة، يعني أنت ظل عندك إكس تربيع ما وصلت لأبسط صورة، والتحليل همه إنه يوصل لإيش؟ لأبسط صورة. بقول لك هاي العبارة الناتجة، دائما اكتب عندك ملاحظة، العبارة الناتجة عن تحليل فرق أو مجموع مكعبين، العبارة التربيعية الناتجة عنها لا تحلل دائما، مميزها سالب دائما. طب أستاذ إكس تكعيب زائد 8، ما دام أنا عندي مجموع مكعبين بفتح قوس صغير قوس كبير. شو الجذر التكعيبي للإكس تكعيب؟ إكس زائد شو الجذر التكعيبي لل8؟ 2. يا سلام، نعبي هذا القوس، الأول تربيع، عكس الإشارة، الأول في الثاني، إكس في 2 2 إكس زائد الثاني تربيع. وهاي عبارة لا تحلل. تمام جدا أستاذ. اللي بعده إكس تكعيب ناقص 64، يلا افتح قوسين، قوس صغير وقوس كبير. تمام. إكس، هاي الجذر التكعيبي للإكس تكعيب ناقص الجذر التكعيبي لل64. شو الرقم اللي بضربه بنفسه 3 مرات بعطيني 64 4. يا سلام عليك بكل هذا الهدوء. بعدين الأول تربيع، عكس الإشارة، الأول في الثاني زائد الثاني تربيع. بكل هذه البساطة يا صديقي العزيز جدا. طيب أستاذ ببساطة وبهدوء هيك، أنا ما بدي أثقل عليك صراحة، هاي الحصة هيك بس بداية، بدي إياك تحمي معي. أعطيتكم راحة من دورة التأسيس، فحصة البداية دائما بتكون رايقة، ما بدنا نحكي فيها كثير، أمورنا روقان بإذن الله. دائما أستاذ لا تنسى جروبات الواتساب مهمة. ليش؟ دائما الأخبار عليها، دائما كل إشي عليها. طب أستاذ بدي أدخل جروب الواتساب، تبعت لي على هذا الرقم 07951-333-46، وبحطك بجروب الواتساب وجروب التليجرام، وبحطك في قلبي يا قلبي انت. تمام. طلابي حبايبي اخواني واخواتي، خلصت الحصة الأولى، حصة خفيفة لطيفة ما بدي أزعجكم فيها، بدنا نطل إطلالة خفيفة هيك عليكم بإذن واحد أحد. الحصة القادمة حصة مهمة جدا، حصة برضه خفيفة لطيفة. الحصص البدايات دائما بتكون خفيفة لطيفة، لأنه بدنا ندرج بالوحدة. تكون عارف الدوسية لازم تكون معك، الدوسية تختلف عن ترتيب الكتاب، ولكن محتوى الكتاب نفسه فيها. ما طلعت برا الكتاب ولا نقصت إشي من الكتاب، تمام؟ ولكن في بعض الأفكار حطيتها من مخي، قلت لازم الطلاب يأخذوها ولازم الطلاب يديروا بالهم منها. متفقين دائما يا أصدقائي؟ بعد كل حصة راحة خفيفة لطيفة، بعد ذلك يا وحش الوحوش بدي منك تشرح الحصة لنفسك زي ما جميل شرح لك الحصة. وهيك بقول لكم الله يعطيكم ألف عافية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. منصة الماهر، يحق لك أن ترتقي.